قبل ما نبدأ ما تنسوش الدعاء لإخوانكم في كل مكان، نسأل الله أن يفرج عن عباده المستضعفين. السلام عليكم. دياغو أرماندو مارادونا لاعب كرة القدم الأرجنتيني الذي يعتبر من أعظم ما أنجبت الساحرة المستديرة على مدار تاريخها. في سنة 1994 يا عزيزي العالم كله كان بيتابع عودته للمنتخب في كأس العالم بعد فترة من الغياب والمشاكل، لكن فجأة وبعد مباراتين فقط تم الإعلان إن مارادونا خارج البطولة بسبب فشل في اختبار المنشطات. هو خد منشطات فعلا ولا في أسباب أعمق؟ اهلا بيكم في قناه سؤال ومعلومه. انا مصطفى بسيوني والنهارده هنجاوب على سؤال: ليه مارادونا توقف في كاس العالم 1994؟ بس لو لسه جديد في القناه صديقي متنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول. خليك معايا وتابع للنهايه. دياغو مارادونا اتولد في 30 اكتوبر 1960 في حي فقير من ضواحي بوينوس ايرس عاصمه الارجنتين. من اول ما مسك الكوره كان باين ان عنده موهبه استثنائيه. بعيدا عن سرعته ومهارته كان بيشوف الكوره بطريقه مختلفه جدا. بدأ مسيرته الاحترافيه في فريق ارجنتينز جونيور، وبعدها انتقل لبوكا جونيورز ومنها لاوروبا ومنها لبرشلونه ثم نابولي اللي عمل معاهم تاريخ مش طبيعي وتاريخ لا ينساه اي واحد كان عايش في نابولي. لكن مارادونا مش بس لاعب، هو شخصيه معقده عنيده موهوبه مثيرة للجدل. وفي سنة 1986 مارادونا كان في قمة مستواه، قاد منتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم في المكسيك لما كسبوا ألمانيا الغربية 3-2. أداؤه في البطولة ده كان يعتبر من الأفضل في التاريخ، خصوصا مباراة إنجلترا لما سجل هدفين، واحد منهم بيسموه هدف القرن والتاني سجله بإيده. لكن من هنا بدأت الضغوطات والأضواء والاهتمام الإعلامي الكبير يزيد عليه. بعد مونديال 1986 بدأ مارادونا يواجه مشاكل في حياته الشخصية. تورط في تعاطي الكوكايين أثناء وجوده في نابولي، وتورط مع عصابات ومافيا في إيطاليا. اختفى أوقات كتيرة بدون إذن من النادي أو المنتخب. سنة 1991 مارادونا توقف لمدة 15 شهر بعد ما فشل في اختبار المنشطات مع نابولي، ودي كانت أول صدمة في مسيرته. وفي صور حقيقية بتبين الشرطة وهي بتقبض على مارادونا في بيته أثناء تعاطيه الكوكايين أو أثناء تورطه مع عصابات المافيا. مع بداية التسعينات تم استبعاد مارادونا من المنتخب بسبب مشاكله المتكررة، لكن مع تراجع مستوى المنتخب وقرب كأس العالم 1994 بدأ الضغط الجمهوري والإعلامي لرجوعه. وبالفعل المدير الفني وقتها ألفيو باسيلي استدعاه، وكان واضح إن مارادونا مش في لياقته المعتادة، لكن كان بيقوم بأداء قوي وكان قائد الروحي للمنتخب. انطلقت البطولة في أمريكا، الأرجنتين دخلت بقوة وفازت في أول ماتشين. ضد اليونان كسبت 4-0 ومارادونا سجل هدف رائع. ضد نيجيريا فازوا 2-1 ومارادونا كان القائد التكتيكي. بعد ماتش نيجيريا ظهرت المفاجأة، تم الإعلان إن مارادونا فشل في اختبار المنشطات وهو كده ممنوع يكمل البطولة. وهنا كانت الصدمة الحقيقية لمارادونا. التحليل أظهر وجود مادة اسمها الإفدرين في دم مارادونا. دي مادة منشطة وممنوعة حسب قوانين الفيفا. الإفدرين مش زي الكوكايين، لكنها مادة موجودة في أدوية كتيرة لعلاج البرد والاحتقان. الجدل بدأ، هل فعلا أخدها عن قصد ولا كانت موجودة في دواء عادي؟ وهل الفيفا كانت قصدها تستبعده؟ ولا هل الموضوع كان ليه أبعاد رياضية ولا في خلفيات تانية؟ مارادونا قال انه كانش يعرف ان المادة دي محظورة، وقال انه بياخد دواء اسمه ريبل ديفاول بدون علمه بمكوناته، وكان عنده مشاكل في التنفس والدواء ده كان بيساعده. واكد ان الفيفا كان بيستهدفه وانه اتعرض للظلم. وفي لقاء شهير كان بيقول: they cut me legs they killed me، يعني قطعوا لي رجلي قتلوني رياضيا. ومارادونا كان منهار جدا، واكد انه اتعرض للظلم، والفيفا ما كانتش عاوزاه يلعب في كاس العالم ده. علميا مادة الإفريدين دي مش بتدي اللاعب قدرة خارقة، هي بتساعد على فتح الشعب الهوائية وبتدي إحساس عام بالنشاط، لكن ما تعتبرش مادة أداء فائق زي الهرمونات مثلا. يعني ممكن اللاعب ياخدها عن جهل، خصوصا لو في الدواء OTC. يعني إيه OTC؟ يعني بدون وصفة. لكن قوانين الفيفا صارمة، ووجودها في الجسم كافي للإيقاف وإنك ما تلعبش كأس العالم ده خالص. في محللين وصحفيين كتير قالوا ان الفيفا كان عندها نية تبعد مارادونا عن البطولة، لانه رمز قوي صعب السيطرة عليه، ولانه سبق واتهم جهات عالمية بالفساد، ولانه بيحمل سمعة فيها جدل، خصوصا ان البطولة كانت في امريكا وكان الاعلام الامريكي بيهاجمه كتير بسبب تاريخه. مارادونا كان نجم لكنه ما كانش مطيع. بعد استبعاد مارادونا تراجع مستوى الأرجنتين وخرجوا من دور الستاشر على يد رومانيا. مارادونا انسحب من الملاعب بعدها تدريجيا، وبعدها لعب في بوكا جونيورز لفترة كويسة، لكن الإصابات والإيقافات كانت السبب في النهاية المبكرة. مارادونا كبر في السن وجاله أمراض ووزنه زاد جدا.
رغم سقوط مارادونا يعتبر لحد النهاردة أسطورة في الأرجنتين. في تماثيل ليه وفي كنيسة اسمها كنيسة مارادونا. ناس بتفصله عن أخطائه وناس بتشوفه ضحية لنظام رياضي قاسي، وناس كتيرة شافت إن الفيفا غدرت بيه، لدرجة إن الناس في نابولي كانوا بيروحوا يكتبوا على مقابر أهاليهم: يا ريتكم كنتوا عايشين عشان تشوفوا اللي مارادونا عمله. وكانوا بيرسموا له جداريات ويحطوا له ورود في كل حتة، وعملوا تمثال قدام استاد نابولي. واللي شهر مارادونا أكتر في موضوع المخدرات إنه راح ولعب ماتش كورة مع بابلو سكوبار، أشهر تاجر مخدرات في التاريخ. ودي صورة حقيقية لبابلو سكوبار ومارادونا. أسطورة الأرجنتين رحلت عن العالم وسلم الراية لليو ميسي. ليو ميسي خليفة أرماندو مارادونا. وداعا أسطورة كرة القدم، وداعا أسطورة الأرجنتين. وبكده يبقى جاوبنا على سؤال النهاردة. لو عجبك الفيديو وحاسس إن في حد هيعجبه، منساش تعمل لايك وتشير الفيديو لأصحابك وتعمل سبسكرايب للقناة. أشوفك الحلقة الجاية. سلام.